ينتخب الرئيس في النظام الرئاسي التركي مباشرة من الشعب لعهدة مدتها 5 سنوات، ولا يمكن للبرلمان عزله من منصبه قبل نهاية فترة ولايته. ويجري التصويت في الانتخابات الرئاسية في جولة أولى تتطلب حصول المرشح على أكثر من 50% من الأصوات للفوز، وإلا يمر السباق إلى جولة ثانية يتنافس فيها المرشحان الفائزان بأكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى. ويمكن لأي حزب فاز بنسبة 5% من الأصوات، وهي العتبة الانتخابية في الانتخابات البرلمانية السابقة، تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية. أما المستقلون فيتعين عليهم جمع 100,000 توقيع من الناخبين المسجلين من أجل الترشح. في الانتخابات البرلمانية يصوت الناخبون لاختيار 600 نائب في مجلس الأمة التركي الكبير، وحتى يفوز حزب ما بالأغلبية البرلمانية يتعين عليه الحصول على أكثر من نصف مقاعد البرلمان. لا يمكن لأي حزب شغل مقاعد في البرلمان إلا بالحصول على 7% من الأصوات بمفرده أو بالتحالف مع أحزاب أخرى، وهذه العتبة خفضها قانون الانتخابات الجديد الذي أقر شهر أبريل من العام الماضي بعدما كانت سابقا محددة ب10%. ولتوزيع المقاعد على الأحزاب الفائزة تعتمد تركيا نظام هوندت للتمثيل النسبي المعتمد في 16 دولة في الاتحاد الأوروبي. وفق هذا النظام تجري قسمة عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي في كل دائرة انتخابية على الأرقام بشكل تصاعدي وصولا إلى عدد مقاعد هذه الدائرة. بعد ذلك يتم توزيع المقاعد على الأحزاب حسب الأرقام الأعلى الناتجة عن عملية القسمة. وهذا النظام هو صيغة حسابية معقدة ترجح كفة القوائم الانتخابية الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات، وهي فعالة في تسهيل تشكيل الأغلبية البرلمانية. يقلل ذلك أهمية التحالفات بالنسبة للأحزاب الصغيرة، إذ أضحى حصولها على مقاعد في البرلمان رهنا بعدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب على حدة، لا على الأصوات التي يفوز بها مجمل التحالف كما كان سابقا. وما قد يجعل الانتخابات البرلمانية أكثر أهمية هي المنافسة الشرسة المتوقعة بين التحالفات، لا سيما وأن الهدف الرئيس لتحالف المعارضة الأكبر هو العودة بالبلاد إلى النظام البرلماني، وذاك أمر يحتاج لعرضه على استفتاء شعبي، وهو ما لن يتم إلا بتصويت ثلثي مقاعد البرلمان أو نسبة 60% على الأقل من النواب.